مش عرض السعودية اللي رفضه هو اللغز، ولا حتى اللغز ان العقول الناجحة اللي زي اينشتاين لغاية محمد صلاح بترفض دايما الأضمن. بتلاقيها دايما بتلعب في حتة الأصعب. يعني هو عموما ده مش غباء، ده نمط معروف والعلماء عرفوه بقالهم سنين ودرسوه. يعني هو انا من ساعة ما هو قال كلمة المنتاليتي والناس هجمته زمان، وانا عارف ان الراجل ده وراه حاجة. يعني هو الراجل ده مش بيقول الكلام اعتباطا. تمام. واختياره لترابزون ده كان بالنسبه لي ايه، يعني هي ده الحاجه اللي اكدت لي ان فعلا الراجل ده عنده منتاليتي مختلفه. أه. فحقيقي انا لا، يعني ده انا قعدت اذاكر القصه دي كده امبارح، عايز اتاكد بس من حاجه. يعني هل في تفسير في علم النفس بيفسر ليه لاعب زي صلاح يعمل اللي هو بيعمله ده؟ الحقيقه ان في، يعني العلماء النفس بيقولوا حاجه غريبه جدا. بيقولوا ان اكتر الناس نجاحا مش دايما بيدور على القرار الاضمن ولا الاسهل. بص، شوف الحته دي. فبيقول لك ان هم كتير جدا بيحاولوا يدوروا على القرار اللي بيرجع لهم السيطرة على حياتهم من تاني، حتى لو الموضوع اصعب. يعني في الوقت اللي هو يحس ان هو ابتدى يفقد السيطرة على حياته بطريقة ما او باخرى، السيطرة على كاريره بطريقة ما او باخرى، فهو يلجأ للحل اللي يخليه يسيطر على حياته من تاني. طبعا انت قدامك محمد صلاح. يعني محمد صلاح عنده 34 سنة تقريبا، تمام، وتسع سنين مع ليفربول. خلاص. في الوقت اللي هو ابتدى يحس ان نجمه ابتدى يخفت في ليفربول ويبقى فيه مشاكل وبتاع، جاله عروض بقى من السعوديه وانديه تركيه تانية ومش عارف مين ومين، بفلوس كتير جدا. راح فجاه الفريق، يعني مش تقليلا من ترابزون، بس هو تقريبا رقم اربعه في تركيا. مستحيل تكون فلوسه زي الدوري السعودي ولا الدوري الامريكي ولا ايا كان من الحاجات الغريبه اللي كانت بتيجي لصلاح دي. فاختاره هو. فتيجي تحلل الموضوع ده بقى، هنا حلله مش كصفقه كوره، انا بحلله نفسيا كشخصيه عامه. تمام. الشخصيه العامه دي ممكن تكون عندك في الشغل، ممكن تكون في البيت، ممكن تكون في اي حته. طيب، اولا لو رجعنا بالزمن شويه هتكتشف ان صلاح عمل الحوار ده قبل كده اكتر من مره حقيقه. يعني راح من تشيلسي لفورنتينا وما كانش لحق يقعد في تشيلسي كتير. يعني هو ايام ما كان قاعد في تشيلسي، اول ما حس ان الموضوع مش ستيبل وان هو مش قادر يسيطر عليه، هوب قام راح فورنتينا. ماشي. وبعد كده راح من فورنتينا لروما. وبعد كده اول ما في روما بقى خلاص هو النجم الاول، راح رجع لانجلترا تاني. تمام. مع ليفربول. في الوقت ده كان ليفربول مش في احسن حالاته، يعني كان استمراره لروما اضمن. وكل قرار من دول كان غير منطقي من وجهة الناس اللي بتتابع الموضوع من منطلق الكورة. ماشي. بس هو القرار كان ناجح جدا. طيب، في علم النفس في حاجة اسمها تحمل المخاطر المرتبطة بالهوية. يعني ايه؟ يعني الشخص مش بيمشي على القرار ده على العرض. يعني مش هو ده المعيار اللي هو بيقيس بيه مثلا، ولا ده أضمن طريق، ولا دي أسهل حياة، ماشي، ولا دي الحياة اللي مش جايبه له مشاكل. لا، هو بيروح للطريق اللي هيديني فرصة جديدة عشان أثبت نفسي واطلع من الصفر من تاني. يعني هو يعشق تحدي فكرة انه ينزل الصفر ويطلع يقف تاني. وده نمط فكري موجود، مش صلاح بس. والسمة دي مستقرة عند صلاح من هو عنده 21 سنة. عادي جدا ابتدي من الصفر ارجع اقوم تاني، وهو بقى بيبقى فرحان جدا في التريب دي، ان هو قدر يقوم من الصفر لغاية ما وقف على رجله تاني. المحور التاني عندنا في علم النفس حاجة اسمها نظرية تقرير المصير. انا هقرا لكم بقى الجزء ده من التفسير. بيقول ايه بقى؟ في تسعينات القرن الماضي في عالمين نفسيين امريكيين اسمهم ادوارد دايسي وريتشارد راين حطوا نظريه غيرت فهمنا للدافع الانساني كله. يعني حقيقي يعني الموتيف اللي بيحرك الانسان مختلف عن ما احنا فاهمينه. النظريه دي اسمها نظريه تقرير المصير. النظريه دي بتقول ان الدافع الحقيقي لاي انسان انه يجدد نفسه. يعني الدافع عنده ثلاث اسباب. السبب الاساسي احساسك ان القرار بتاعك، يعني انت عايز تستقل يبقى عندك استقلاليه، يبقى السبب الاولاني هو الاستقلاليه، انا عايز ابقى استقل بقراري. السبب الثاني الكفاءه، يعني احساسك ان انت وصلت لمرحله ان انت غير مؤثر وغير فعال، فانت هتدور على مكان تاني تكون انت فعال فيه ومؤثر. انت فجاه حسيت ان انت مش منتمي لهذا المكان، فانت بتدور على مكان تقدر تنتمي له بشكل احسن وان هو جزء من نجاحك. ولو بصيت على الثلاث اسباب دول انت، او الثلاث تفسيرات دول، هتلاقيهم فعلا تواجدوا مع صلاح
في اخر سنه في ليفربول. يعني فعلا هو ابتدى يحس ان القرار مش بتاعه لما جه المدرب الجديد ده. تمام. وحس ان كفاءته قلت، وحس كمان بعدم انتماء. المشكله هنا ان الموضوع ده ملوش علاقه بلعيب الكوره بس، يعني هو اي انسان بيحس ان الحاجه الاولى اللي هي الاستقلاليه دي بيحصل في تحكم في الاستقلاليه دي من بره، سواء بقى اداره، اعلام، جمهور، عقود، سميها زي ما تسميها، اي ضغط مستمر من اللي حواليك، يبدا عقله بيدور بطبيعه الحال على انه يستقل على هذه المنظومه اللي عامله له ضغط. طيب الملخص ان القصه دي مش عشان صلاح بس. هو لو انت بصيت حواليك كده هتلاقي في ناس كتيره جدا عندهم نفس الاتيتيود ده، وبالذات الناس اللي بتحاول تثبت نفسها. كل واحد فينا غالبا بيجي عليه وقت في شغله او في حياته بيحس ان القرار مش بايده، والقرار بقى في ايد ناس تانية. والنوعيه دي من الناس ما بتبقاش عايزه تثبت لحد ان القرار بايدها او مش بايدها. يعني هو he don't mind ان هو يتقال ان فلان هو اللي بياخد قرار وفلان هو اللي بيمشي الدفه. والدليل ان صلاح مثلا كان دايما يقعد يقول لك ايه، اهم حاجه الفريق، اهم حاجه الفريق، اهم حاجه المدرب. ما كانش بيرضى يتكلم عن نفسه، لان هو مش ده الهم، مش دي مشكلته. هو مشكلته كانت ان هو ازاي يحس ان هو اللي ماسك الدفه حتى لو هو مش في الصوره. فمين اللي هيديله الفرصه دي حتى لو كان اختيار اصعب بكتير وهيبتدي من الصفر؟ هو ترابزون. هو ما عندوش مشكله، هيبتدي من الصفر تاني. تفتكروا امتى اخر مره خدتوا قرار كان صعب وحسيت ان انتوا هتبتدوا من الصفر تاني في سبيل بس ان انتوا تبقوا حاسين برضا عن نفسكم؟ سلام.